هالو lieben Leute. درس النهاردة هيكون عن صيغة المقارنة باللغة الألمانية. der Komparativ. زي ما تقول مثلا تخين، أتخن، جميل، أجمل، رفيع، أرفع. وده اللي هنتعلمه النهاردة مع بعض. مش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ. صيغة المقارنة أكيد كلنا عارفين إنك أنت لما بتقارن يا إما بين شيئين مختلفين أو بين شخصين. طيب إزاي بنبني صيغة المقارنة؟ دي طريقة سهلة جدا. الادجكتيف بلس ار بس كده. وده طبعا لكل الصفات، وطبعا كل قاعدة ليها استثناءات أو ليها شواذ. تعالوا نتعرف عليهم. الصفات اللي هي مقطع واحد وفيها حرف من الحروف A O U بتتحول لحروف بالأملاوت. تعالوا نشوف أمثلة على الكلام ده. زي groß, größer, kalt, kälter, lang, länger. طيب لو الحروف دي متعادة أكتر من مرة في الكلمة زي langsam، يبقى في المقارنة ما بنضيفش أملاوت ونمشي صيغة المقارنة بطريقة طبيعية. لازم عشان نحط الأملاوت لو الحروف دي موجودة في الكلمة لازم يكون حرف واحد بس هو اللي موجود. طيب لو الصفة منتهية بالآل أو الإيا، إيه اللي هيحصل؟ هنقوم نحذف الإي ونضيف الإيا بتاعت المقارنة. تعالوا نشوف مع بعض شوية أمثلة. زي teuer غالي، teurer أغلى، sauer حامضي، saurer أحمض. بس في ملحوظة صغيرة، لازم في الصفة الرئيسية قبل الآر اللي في الآخر يكون حرف من الحروف الصوتية دي موجودة، ولو مش متوفرين أو مش موجودين ما نحذفش الإي خالص. زي sauber sauberer، نظيف الأنظف، sicher sicherer، آمن الأأمن. هنا زي ما انتم ملاحظين قبل الآر اللي في الآخر مفيش أي حرف من الحروف الصوتية دي موجودة، فعشان كده ما حذفناش الإي اللي في الآخر وضفنا الإيا زي ما هي. طيب في بعض الصفات بتتغير بشكل كبير، ودول زي صفات حاجات شاذة لازم يتحفظوا على وضعهم دوت. هنديكم بعض الأمثلة منها. زي gern يحب، انت بتحب حاجة معينة، والتفضيل بتاعها lieber يعني انت بتفضل حاجة اكتر من حاجة. وزي gut كويس، besser افضل. وزي viel كثير، mehr اكثر. وزي nah قريب، näher الاقرب. طيب ازاي ندخل der Komparativ في جملة؟ هنديكم شوية أمثلة للجمل ونوضح لكم فيها ازاي بتتركب الجملة اللي فيها صيغة المقارنة. Der Vogel ist schneller als die Biene. الطائر أسرع من النحلة. في المرتبة الأولى الفاعل der Vogel، المرتبة الثانية الفعل ist، المرتبة الثالثة الصفة، صفة المقارنة schneller، وبعدها بنحط als، وفي آخر الجملة المفعول به الثاني. وبعد als دايما بتيجي حالة nominativ، ما بتجيش حاجة تانية غير حالة nominativ. وزي das Essen ist leckerer als gestern، الطعام ألذ من امبارح. أو زي mein Auto ist schneller als deins، سيارتي أسرع من سيارتك. وآخر مثال معنا النهاردة ich trinke lieber Saft als Tee، أفضل شرب العصير على الشاي. كده احنا خلصنا درس النهاردة صيغة المقارنة، والحصة الجاية أو الحلقة الجاية هناخد التفضيل، الأفضل، الأحسن. الموضوع سهل وبسيط، وكل دي دروس تبع A2-1. لو عجبكم الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد والمعلومة توصله. ولو كنت عايز تكتب لنا كومنت تقول لنا فيه رأيك، اكتب لنا في الكومنتات الرأي أو أي سؤال أو أي استفسار أنت عايزه. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.